السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. يوم الخميس بتاريخ 21 سبتمبر 2023 صعد المؤشر 1.5% وقفل عند 20,080 نقطة. قيمة التداول كانت 2 مليار جنيه. ترتيب الأسهم من حيث قيم التداول: أول سهم بلتون 187 مليون، بعد كده القبضة الكويتية 107 مليون، بعد كده سهم التجاري الدولي 93، ثم الإنتاج الإعلامي 92، ثم موبكو 79 مليون. ترتيب القطاعات من حيث الحصة السوقية: أول قطاع الخدمات المالية 21%، بعد كده العقارات 14%، بعد كده قطاع التكنولوجيا 11%، بعد كده قطاع الكيماويات 6.5%. المؤسسات المصرية والعربية كانت شراء، والأفراد الأجانب أيضا كانوا شراء، أما الأفراد المصريين والأفراد العرب كانوا بيع، بالإضافة إلى المؤسسات الأجنبية. عدد الأسهم 218 سهم بصعود 122 سهم وهبوط 72 سهم. الحمد لله رب العالمين، صدقت الرؤية. أنا أذكر حضراتكم إن أنا اتكلمت في آخر فيديو يوم الأربع لما السوق حصل فيه بانيك ولما هبط 500 نقطة. قلت لحضراتكم إن الحمد لله لما يحصل هبوط في 500 نقطة في جلسة واحدة ده مؤشر إيجابي ومؤشر مطمئن، أحسن ما يقعد كذا جلسة يهبط في 200 100 200 نقطة. الحمد لله جابهم كلهم في جلسة واحدة، والجلسة اللي بعديها كانت جلسة قوية وجلسة صعود، ودخلت فيها المؤسسات المصرية بعد ما كانت بقالها كام جلسة بتبيع. فالحمد لله رب العالمين المؤشر صعد 1.5%. طيب أنا عايز أطمن حضراتكم إن في بعض الأسهم اللي هبطت وأسعارها جيدة جدا 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 وأسعارها متدنية، رغم إن المؤشر وصل إلى 20,000 نقطة ولسه الأسهم دي ما اتحركتش. يعني سهم زي سهم بي انفستمنت هو حاليا عند 16 جنيه ونص تقريبا، نازل من 30 جنيه. فأنا بطمن حضراتكم اصبروا على السهم ده، وإن شاء الله السهم ده هيحصل فيه طفرة سعرية، ولكن السهم ده استثماري محتاج صبر. سهم زي سهم عبور لاند برضو أيضا 8 جنيه وربع تقريبا، برضو السهم ده سهم استثماري، اصبروا عليه، إن شاء الله يحصل فيه طفرة سعرية في الفترة المقبلة بإذن الله تعالى. طيب هو ليه المؤشر رافع والمؤشر عند 20,000 نقطة والأسهم بتاعتنا لسه أسعارها متدنية؟ ليه؟ لأن حضراتكم الأسهم دي في حالة تجميع. دايما الميكر لما بيحب يجمع في السهم دايما بيجمع عند أسعار قليلة، ما بيهموش بقى المؤشر فين بالظبط، ولكن مسير السهم ده يحصل فيه طفرات سعرية كبيرة، وهنشوف أرقام في مستويات عالية بمشيئة الله تعالى. واللي بيحصل دلوقتي إن المؤشر عالي والأسهم لسه ما صعدتش مع المؤشر، ده إيجابي للسوق، إيجابي جدا للسوق. لأن لو كان المؤشر عالي وكل الأسهم عالية فتوقعوا إن يحصل تصحيح في أي وقت، ولكن طول ما المؤشر عالي والأسهم لسه ما وصلتش إلى القمم بتاعتها، فبالتالي السوق هيفضل في اتجاه صعودي حتى تكتمل الأسهم إلى وتصعد إلى القمم التاريخية بتاعتها. فالاتجاه السوق هيفضل اتجاه إيجابي واتجاه تصاعدي حتى توصل الأسهم اللي
في قيعان إلى قممها التاريخية بإذن الله تعالى. طيب أنا حابب أتكلم على سهم استثماري مهم جدا جدا جدا، وهو سهم مستشفى كليوباترا. سهم مستشفى كليوباترا كان في المؤشر الثلاثيني ورجع إلى المؤشر السبعيني. طيب سهم مستشفى كليوباترا بيحقق أرباح السنة دي وحقق ارتفاع في الأرباح. سهم مستشفى كليوباترا بقاله 3 أو 4 جلسات بيتم فيه تجميع وبيتم فيه شراء من مجلس الإدارة. حصلت على هذا السهم صفقة بتاريخ تقريبا يوليو 2023 ب10 مليون جنيه على 2 مليون وربع، تقريبا 2 مليون 250 مليون سهم أو 2 مليون 250 ألف سهم. فلو حسبنا سعر الصفقة هتلاقيها تقريبا 4 جنيه ونص. ده الكلام ده من شهر يوليو 2023. طيب هو سعره كام دلوقتي؟ سعره حاليا 3 جنيه 95 قرش، 4 جنيه، واخد بال حضراتكم؟ فسعر الصفقة كانت 4 جنيه ونص، هو حاليا ب3 جنيه 95 قرش. اللي اشترى ب4 جنيه ونص خسران حتى الآن 14%، واللي اشترى بسعر 4 جنيه ونص أكيد راجل عارف ان هو في يوم من الأيام السهم ده هيصعد فوق المستوى اللي اشترى بيه، اللي هو فوق 4 جنيه ونص. فهنقول مثلا لو حضرتك اشتريت دلوقتي هتضمن مكسب لغاية سعر الشراء أو سعر الصفقة اللي تمت في شهر يوليو، يعني بارتفاع 14% أرباح. برضو سهم مستشفى كليوباترا أفكركم السنة اللي فاتت في أكتوبر 2022 كان بيتم عليه شراء أسهم خزينة بكميات كبيرة وصلت إلى أكتر من 1,000,000 سهم تقريبا. بعد الشهر ده السهم حصلت فيه طفرة سعرية إلى 6 جنيه. طيب كان بيتم الشراء الأسهم الخزينة دي في أكتوبر 2022 على السعر اللي موجود حاليا دلوقتي، يعني 4 جنيه 3 جنيه 85 قرش 3 جنيه 90 قرش. هو وصل له حاليا في الأيام اللي احنا فيها دلوقتي بعد الشراء من مجلس الإدارة لأسهم الخزينة. السهم ده وصل إلى مستويات سعرية إلى 5 جنيه و6 جنيه، يعني تقريبا السهم وصل إلى ارتفاعات 80% تقريبا. بفكر حضراتكم ان احنا في نفس السعر اللي احنا اشترينا بيه او مجلس الادارة اللي تم الشراء عليه من سنة فاتت على 4 جنيه تقريبا. برضو نفس الاحداث بتتكرر دلوقتي، ان بيتم الشراء من مجلس الادارة حتى لو كانت مجموعة مرتبطة على نفس السعر تقريبا. برضو ان في صفقة تمت ب4 جنيه ونص من شهرين فاتوا. كل ده بيؤدي الى ان شاء الله السهم ده هيحصل فيه طفرة سعرية في الفترة القريبة بإذن الله تعالى. بس ده كان الفيديو النهاردة. هسيب لحضراتكم لينك جروب الفيسبوك وجروب الواتساب الخاص بالبورصة في أكاديمية عواد، وأتمنى من حضراتكم الاشتراك في قناة أكاديمية عواد، وشكرا جدا لحضراتكم.